وتعالى تنفتح على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. زين، قال جئتكم بالشريعة السمحاء، ويقول جئت لأتمم مكارم الأخلاق وإنك لعلى خلق عظيم. هذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فاطمة الزهراء القدوة الحسنة والمثل الأعلى والنموذج الأفضل في معرفة وتطبيق الحقوق فيما بينها وبين الله. هذا الحق الأول، انفتاح على الله سبحانه وتعالى، ومع والدها الذي يمثل الرسالة الإسلامية والإنسانية، الرسول الأكرم محمد. صلوا على محمد وآل محمد. علاقتها مع زوجها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، علاقتها مع الأبناء، علاقتها بالمجتمع، علاقتها بالأمة، علاقتها بالإنسانية. هكذا كانت الزهراء، روحي فداها. الرسالة الخاصة، تتمتع فاطمة الزهراء بمزايا وخصائص خاصة بها، غير امرأة ما تتمتع بهاي الخصائص، فقط الزهراء سلام الله عليها. اسمعها، حيث إن نسل الرسول المبارك فيها ومنها، وهي وريثته وأشبه الناس خلقا وخلقا به، وأعطيت حق الشفاعة، وتملك صك، عندها صك الزهراء. هذا منين الصك؟ فطم محبيها وشيعتها والسائرين على منهجها من النار، كما قال والدها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، قال يا فاطمة ابشري فلك عند الله مقاما محمود تشفعين فيه لمحبيك وشيعتك فتشفعين. وقال إنما سميت فاطمة ابنتي فاطمة لأن الله فطمها وفطم محبيها عن النار. فاطمة الكوكب الزاهر، السيدة الزهراء عليها السلام، نجمة متألقة وزهرة جميلة رائعة، لها وجه كوجه القمر المنير. وما العجب وهي سيدة نساء العالمين وخير نساء البشر، وكانت محل الغبطة والحسد بما تحمله من صفات مادية وروحية وأخلاقية ومكانة ومحبة من المؤمنين، بحيث أصبحت عنوان لكل مؤمن. ومن أراد معرفة ذلك فليراجع كتب التاريخ والسير.